الشخص الرابع ده اللي انا بقابله على طول في البيزنس، ده شخص عارف يعني ايه بيزنس، وعارف يعني ايه اعلانات، وعارف ان انا المفروض ايه اعمل اعلانات واعمل ترويج واعمل كل حاجه. بس ايه المشكله بقى هنا؟ ان ده يقول لك ايه، اصرف انا بنفسي او اعمل انا اعلانات بنفسي، فيجرب مره واثنين وثلاثه، وبعدين ايه اللي يحصل؟ يلاقي اعلانات مفيش ايه، عشان هو مش دارس. فهو فاكر ان الاعلانات مجرد ان انت ايه، تدوس على الزرار كده وايه، هو الترويج المنشور اللي بيبقى موجود او ترويج المنشور من البوست، صح؟ شكلك عملت كده. لا بس يبتدي يصرف هو على نفسه، بعد كده ايه، يلاقي الدنيا ايه، مش ماشيه، او يجيب حد ميديا باير يقول له امسك لي الشغل واعمل لي انت الاعلانات. بس الميديا باير ده يكون هو مش فاهم كمان الايه، الاندستري بتاعته. ده ايه اللي بيحصل معاه؟ لو هو عمل اعلانات بنفسه غالبا وصرف مثلا 10000 جنيه وما جابش نتائج، يا اما بيشك في الفيسبوك وميتا ويقول لك ايه، انا ما بعملش اعلانات، يا اما اتنصب عليه مثلا من حد، شخص عمل له اعلانات فنصب عليه، فيقول لك ايه، حته الاعلانات دي ايه، انا مش ايه، مش هعملها تاني، دول كلهم ايه، وهكذا. فده هتعمل ايه، هو ده اللي في السوق، ده اللي موجود في السوق، فانت لازم تقنعه، تقول له والله احنا ما بنعملش اعلانات كده على طول، لازم تظبط لنا المحتوى، لازم نعمل 1 2 3، وده اللي هنشوفه كمان شويه في ايه، في دراسه المنافسين. عايزين نعمل 1 2 3 عشان في الاخر ابتدي اعمل الاعلان. وخلي بالك، اخر حاجه بتتعمل البروموشن والاعلانات، دي اخر حاجه خالص. يعني بنروح نظبط المحتوى ونعمل الكونتنت ونجهز البرايسنج ونعمل البرودكت نظبطه والبليس ونجهز شركه الشحن اللي هتشحن، بنجهز كل الكلام ده، وبعدين اخر حاجه خالص ايه، الاعلان.